أهلا بكم إلى عدد جديد من هذا البرنامج الجديد في قلب الكان. هذا البرنامج الذي سيأتيكم يوميا عبر قناة الهداف بداية من الساعة 10:10 ليحدثكم عن كرة القدم الإفريقية ويتناولها بكل احترافية وشفافية وموضوعية. كالعادة ضيوف أفاضل يشرفوننا بحضورهم معنا في هذا الاستوديو. نبدأ بالأكبر سنا على يميني الشيخ رابح سعدان، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. وعلى يساري رابح ماجار، أهلا وسهلا بك. أهلا بك محمد. ومعنا حسين أشو لاعب الدولي السابق، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم. إذا مشاهدي الأفاضل، سنتحدث كثيرا اليوم عن المنتخب الوطني الجزائري وعن التعادل المثير الذي حققه أمس أمام زيمبابوي، وسنعرج أيضا على مباراة تونس والسنغال التي انتهت بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة 2-0. كما سنتحدث عن المباريات التي جرت اليوم والمفاجأة الكبيرة التي أحدثها الطوغو بتعادله أمام العملاق الكبير كوت ديفوار الفيلة، المرشحون لنيل اللقب القاري وحامل اللقب، يتعثر أمام الطوغو الذي سينافس الجزائر في تصفيات كأس افريقيا 2019. كما سنتحدث عن مباريات الغد التي ستجمع المنتخبين التي ستجري في إطار المجموعة الرابعة، وستجمع بين غانا وأوغندا ومصر أمام مالي. كل هذه المباريات وكل هذه المواضيع سنتناولها في عدد اليوم، لكن دعونا نبدأ بما فعله المنتخب الوطني العسكري الذي حقق فوزا رائعا اليوم في بطولة العالم العسكرية أمام المنتخب الألماني. إذا كانت الصور جاهزة أعطونا الأهداف. هذه الأهداف كل مرة. مجر، كنت أريد أن أسألك بالنسبة للمنتخب العسكري، يعني في وقتكم في القديم كان اللاعب يجب أن يؤدي الخدمة الوطنية ويلعب في المنتخب العسكري حتى يمشي المنتخب الأول، هل هذا صحيح؟ وحكينا على قصة دحلب اللي كان يلعب في الخارج وجاء هنا الجزائر من أجل تأدية الخدمة الوطنية قبل الالتحاق بالمنتخب العسكري. نعم، احنا كنا في الماب في سنوات السبعينات. المنتخب العسكري كان متكون من بلبلومي، شعيب، عصاد، كثير من اللاعبين اللي من بعد الخدمة الوطنية رحنا الى المنتخب الاول لما كنا في المنتخب العسكري، ورحنا ايضا المنتخب الاول وتكوننا ايضا من قبل في الخدمه الوطنيه. والحمد لله كان عندنا فريق كبير، وحصلنا شرف ايضا نفوز على منتخبات اوروبيه كبيره، ومنهم اعتقد هولندا هنا في الجزائر، وحتى ايطاليا. في ايطاليا يعني شايفين كما اليوم في ملعب روما فزنا على المنتخب العسكري الايطالي بهدفين مقابل هدف، وحصل لي شرف تسجيل هدف ايضا بالراس. تعطي التحيه العسكريه مجر. إذا تحية عسكرية للمنتخب العسكري. شيخ، لاعب مثل دحلب في القديم يعني كان كل شيء في البي اس جي، يأتي للجزائر من أجل تأدية الخدمة الوطنية واللاعب للمنتخب الوطني. هذا تحسهم باللي لاعبين يعني يحبوا الوطن ويحبوا الجزائر. الآن نسمع اللاعب يطالب بضمانات، اللاعب يرفض المجيء، اللاعب يطلب وقت للتفكير. تغيرت الامور وتغيرت الظروف وتغيرت الوقت. هي هذه اولا لان كانت موجوده الخدمه الوطنيه، كانت كل الشبان يمروا عليها ويترباو، وكذلك يكملوا لهم حتى التكوين نتاعهم، خاطر من الناحيه العسكريه ولا هذاك اذا كان انضباط، كاينوا امور كثيره يتعلموها وباش ينطلقوا من بعد في المستوى العالي في كره القدم. اكيد باللي كما دحلب كان تسمى حاجه مثاليه، تبقى مثاليه للشباب. مفروض هذو هما الناس اللي لازم يديروا لهم بورتري باش يبينوا كيفاه وجا وعاش، لان ما كانش يعرف الجزائر تماما. جا لان زايد في فرنسا، جا هنا للجزائر، لعب في شبيبه كبالكور، يعني دخل في المحيط. هذا الشيء جميل. عقب سنتين يعني ممتازه ودخل في المجتمع الجزائري وتعلم اشياء كثيره. كذلك حتى الفريق شباب بالكور والمنتخب الجزائري استفادوا بالامكانيات تاع لاعب كبير اللي يمثلنا كما لازم الحال، خاصه في فرنسا ومع باريس سان جيرمان. نظن هذه الاشياء هذه لازم تكون مثاليه للشباب تاعنا ولتكوينهم، لان لازم نمروا على المراحل
باش يوصلوا يعني خاطر ما احنا عدد مرات نكلموا على التكوين غير فقط من ناحيه التقنيه ومن الناحيه التكتيكيه، ولكن كان تكوين خاصه ذهني. صحيح. ذهني مهم جدا، الانضباط، الاشياء هذه هي اللي وصلت خاصه الجيل تاع ماجار وهذاك اللي جا، لانه هو ثاني كان مثالي، جا كان جيل واحد اخر ثاني قبل تاع دراوي وتاع هذا كذلك ثاني هما، لان فزنا بالجو ميديترانيان تاع 75 بالمنتخب العسكري. المنتخب سيتي لا باز، سيتي المنتخب العسكري. لماذا؟ لان كان المنتخب عندك اللاعبين يلعبوا في الانديه، ولكن الاغلبيه لان هما ديما موجودين في التدريب تحت اشراف خاصه سوكان ومخلوفي، كانوا يتدربوا كثير وكونوا مجموعه عندها انسجام كبير مده سنتين ولا اكثر. فهمت؟ هذا تعطيك ثمار، لا ستابيليتي تاع ليفيكتيف، لي كومبينيزون، يعودوا اللاعبين يفهموا بعضهم، وهذاك هو اللي جاب الخير خاصه من بعد في الثمانينات، وطلع جيل يعني كبير. ورحنا مرتين، خاطر ما هذاك باش رحنا مرتين نهايه كاس افريقيا ما جاتش من متتاليه، وكاس العالم يجي لنا عامل جاء من قبل مده عدد سنوات. صح. والناس كل ساهمت، العسكر والعمل هذا كل كامل، كنا كل يعني سياسه تقنيه منسجمه للناس تشتغل كل باش المنتخبات تبرز واللاعبين يسعدوا. حاجه برك ممكن نقصه في هذيك في الفتره هذيك، حرموا ممكن كثير من اللاعبين اللي كانوا يمشيوا للاحتراف بالقانون هذاك اللي كان موجود، ما تغادر الجزائر حتى يكون عندك اكثر من 27 سنه. نظن كان كثير من اللاعبين يعني ما اعطاهمش حظ باش يروحوا يمارسوا في الخارج. حسين، تتوقع عودة المنتخب العسكري باللقب المرة إن شاء الله مرة ثالثة على التوالي، باش هكذا يدخلوا في التاريخ كما ينبغي إن شاء الله. حسين، إذا كل التوفيق للمنتخب الوطني العسكري. نغلق ملف المنتخب العسكري ونفتح ملف المنتخب الوطني الجزائري الذي يمثلنا في دورة الجابون في كأس إفريقيا، والتعادل المر الذي حققه أمس أمام منتخب زيمبابوي. نتابع آخر أخبار المنتخب ثم نعود لنحلل ونناقش. لاعبو المنتخب الوطني يستأنف تدريباتهم صبيحة الاثنين بعد تعادل الأحد أمام زيمبابوي الذي كان بطعم الهزيمة، ورغم ذلك إلا أن محاربي الصحراء أبقوا على تفاؤلهم. أكثر من 10 أخطاء كلها على إبراهيمي، وسنشاهد بعض الصور بعد قليل. هذا محمد شيء طبيعي، فريق يلعبوا بهذه الخشونة هذه، لأن هذه نهائيات كأس إفريقيا، كل منتخب عنده طموح للفوز أو الذهاب البعيد في هذه البطولة. تلعب أمام منتخب جزائري خايف منه، عندك لاعبين، عندك نجوم، لهذا يعني يحب يفرض السيطرة تاعو اللاعب الإفريقي على اللاعب الجزائري. هذا شيء طبيعي، ولكن اللاعب الجزائري المفروض عليه أن يكون ذكي في كل النواحي. علاش انت تستمر بالكره في افريقيا؟ الكره هي تمشي، مش اللاعب اللي يجري بالكره. الطاقم ما يسمحش للاعبين يكونوا دائما في اللياقه البدنيه المطلوبه. انت عارف الاجواء الافريقيه صعبه جدا، لهذا دائما نقول في المباراه لازم تلعب كره نظيفه. كره يعني الكره هي تمشي، مش انت اللي تجري، لكي تعرف كيفاش دوز لي زيفور تاعك. ماجر، الى متى في كل مره نتحدث عن الطقس في افريقيا؟ حتى اننا في كل البلاطوات منذ بدايه مشاركه المنتخب الوطني في كل مره في كل البلاطوات يتحدثون عن الطقس. هل نحن محللو كره قدم او محللون للطقس؟ مره الرطوبه، مره الارتفاع، مره الحراره. اسمح لي ماجر، هل هذا الارتفاع والحراره والرطوبه فقط على المنتخب الجزائري؟ مصر تفوز بكؤوس افريقيا، تونس البارح شفناهم بدنيا اقوياء. لا سي با لا ميم شوز محمد. انا نتكلم على مصر منذ سنوات في كاس افريقيا، وانا نقول لك مصر فازوا بكاس افريقيا في افريقيا لان المنتخب المصري متكون الا باللاعبين المحليين. يعني اللاعبين المحليين متكونين من الاسماعيلي، من الزمالك، من الاهلي، من فرق اخرى. بالنسبه لتونس سامحني لانه هكذا هذا جايك، لان هذه الفرق هذو يلعبوا لا كوب دو لا كاف سنويا، يلعبوا لا شامبيونز ليغ افريكان سنويا. اللاعبين متعودين بالاجواء الافريقيه والطقس، لهذا لما يروحوا الى المنتخب ويلعبوا الخارج ما ياثرش فيهم هذه الامور، ما تاثرش فيهم. العكس، لان احنا اللاعبين تاعنا موجودين كلهم في اوروبا، لما يجوا وما يعملوش يعني تحضير يناسب الى افريقيا يلقاو صعوبات
في المردود تاعهم في الميدان. انت قلت لي تونس، وقتاش تونس دارت كاس افريقيا في افريقيا؟ لكن البارح شفناهم اقوياء بدنيا. شفت مباراه واحده، شفت مباراه واحده. لا 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 لا، ولكن النتيجه كم كانت النتيجه؟ خسروا خلاص. لكن تحدث عن الناحيه البدنيه. لا هذا هو البدن. لو كانوا محضرين بدنيا 100% كانوا المنتخب السنغالي ما يسجلوش هدفين. صح، انا متفق معك. المنتخب التونسي في الشوط الثاني كان قادر يسجل اهداف كثيره. علاش؟ احنا في الشوط الثاني تحررنا بدنيا. لا، ولكن التراجع في الاداء لما تكون متاخر بهدفين مقابل صفر ممكن الامور ما تجيش لازم. ولكن المنتخب السنغالي نقص شويه من لا فيتاس كما يقول لك، لان انا عارف عنده مباريات اخرى صعبه ايضا وهي من الجزائر. شيخ من فضلك الطقس لانها اصبحت يوم كل الجزائر ويقول لك في كل مره كلامك ما يبقاش غير هذا شوف سي ان بارامتر ماهوش غير مهم. علاش قلنا كره القدم علاش صعيبه؟ صعيبه لان يدخلوا اشياء كثيره في التحضير، في المباريات، وهذا البارامتر هذا نتاع الطقس حقيقه في افريقيا مهم، ولكن كاين اشياء اخرى. لكن لازم نفهم الاشياء الاخرى. مثال حنا قلنا ثاني المنتخب تاعنا كان ما بقاش عنده الانسجام اللي كان عنده من قبل. لماذا؟ لان كانت تغيرات اللي صارت هذه تاع المدربين 3 شهور تغير حتى الافكتيف وخاصة ثاني المشكل اللي موجود لأن ما لقيناش حلول حتى من الناحية الدفاعية. صحيح. يعني لا هم هذو دابا لي زيرور. لا دوزيام بون كي نرجعوا للمباراة حقيقة الشوط الأول الفريق تاعنا كان ما كانش حاضر، ما كانش حاضر بدنيا، صدر في لا كونسونطراسيون ما كانش. عاود درك ممكن اخي قلت حين نرجعوا نشوفوا اللقطات صح تلقاهم المجموعة كيف صدر لي لين دو ديفونس لا بروميير لا دوزيام لين قراب لبعضهم، ولكن ما كانش المردود نتاع لا ريبونس تاع لي جوار سو لو تيران فيزيكمون. فهمت سو كي في يفوتوا علينا هذاك هو المشكل اللي موجود. حقيقه تلعب على الساعه 4 في المحيط مثل هذاك صعيبه كما كيقول مصطفى، صعيبه جدا علينا. في الشوط الثاني لما الاجواء الحراره تنزل والرطوبه تنزل شويه ولينا تحررنا. زيد كاين حاجه اخرى، نقطه اللي دخلت في الشوط الثاني حتى فريق زيمبابوي اعطى قوته كامل في الشوط الثاني وتعب. نزل فهمت؟ يعني ما عرفتش واش قلنا هضرنا المره الاخيره، ما دارش حسابات على 90 دقيقه، لم يقتصد طاقته بشكل دونك هام لي زيرو. لا تروازيام دونك ميم سور لو بلون باش تسير المقابله ليكيب عندها 3 رومبلاسون لازم يكونوا مهمين في هذه الدوره هذه. لي 3 رومبلاسون باش يجيبوا لك شويه احاويه وباش تغطي المشاكل اللي راح تلقاها لان المدرب راح يلقاها في الملعب. لي 3 رومبلاسون سون ديتيرمينون في هذه الدوره هذه، والمدربين اللي يكون لي رومبلاسون تيتولار. فوالا اكزاكتومون. سيتادير كو تو بو اوتيليزي باغ اكزومبل ميم عندك دي بون جوار باغ اكزومبل كيما في لا كوب دافريك تنجم ممكن تحتفظ بهم، ما تلعبهمش الشوط الاول، تلعبوا الشوط الثاني تحضروا باش يدخل. هذا كان بكري واحد اكسيلون جوار تاع ليفربول، لو مير جوار يلعبوه غير دوزيام ميطون. حتى جدو اللاعب المصري كان يدخل في الشوط الثاني في 2010 وخذاو انت تكلمت على مصريين كيما دبر المصريين كانت قاعده، كان المنتخب هو مكون من هذا كما قال لك 4 فرق هذوك عندهم انسجام كبير. دونك يمسكوا الكره، لما تمسك الكره لاش تمشي كما قال لك مصطفى تلعب ضربه تو غارد لا بوزيسيون دي بانوت لادفيرسير اللي يعيا ماكش انت، هما لاش يتمشاو لكن الكره ما يضيعوهاش. سو كي فيه هو اللي يضرب. لما يحسوا هما الوقت في المباراه كيحسوا باش يروحوا للامام باش يديروا السرعه يستعملوها. دونك عندهم فهمت موش كان عندهم منتخب عنده انسجام في اعلى مستوى، ولهذا على سيطروا مده تقريبا 10 سنوات في افريقيا في الانديه ولا في المنتخب. شكرا، واضح الشيخ حسين. سوداني، انا سوداني اللاعب هذا نحبه، لكن سوداني في مباراه كامله يلعب مهاجم ويلعب على الجناح، وبعدين انا نقرا في الجرائد وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع مختصه، تخيل معايا حسين ولا مراوغه ناجحه طيله المباراه.
90 دقيقة ما قدرش يراوغ لاعب ويصنع الفرق مثل ما كان يفعل محرز وابراهيمي. لماذا تعتقد؟ هل الطقس او امور اخرى؟ هذا ما نقدروش نقولوا باللي يرجع للطقس، الطقس ماشي يخليكش تراوغ مراوغه، ولكن نقول هو البلاسمون تاعو لازم مهم، لازم وين تطلب الكره وين تتمركز ثاني. وكل انت دائما تروح تطلب كره بالظهر وصعيبه عليك وانت تكون تدافع، اشاك فوا نكونوا ندافعوا كي تكون تعبان نصف اللاعب ما تقدرش تراوغ. لو كنت تعرف كيفاش تتمركز كي تكون دافع ما تجريش كثير، كي تطلب الكره تكون عندك الطاقه باش تقدر تراوغ، ان المراوغات تتطلب مجهود كبير. ربما الاصابه ايضا اثرت عليه حسين. الله اعلم، انا ما على باليش كما يقول لك كيفاش راه محضر. لكن شيخ احصائيه غريبه ولا مراوغه في اللقاء وانت تلعب كمهاجم. انا نظن باللي اولا حتى التشكيله مش متوازنه. مش متوازنه. انا نظن لماذا شيخ؟ نو شوف انا في رايي، هذا راي خاص طبعا. نظن هو كما سوداني في المنصب تاعو هو ابراهيمي فون دوبل امبلوا في لو ميم بوست. يا بروبليم تاع لا ريبارتيسيون تاع ليكيليبر تاع ليكيب، باسكو ابراهيم متعود يلعب من الجهه اليسرى. فوالا انا احسن شفت كون يعني هذاك، باسكو انا لامبريسيون باللي يحبوا يلعبوا الاسماوات، فهمت؟ في مباراه مثل هذه خاصه، وكنا ممكن نظنوا باللي لعبنا بالمانيير زعما كافيك ان افيكتيف تري اوفونسيف، فهمت؟ من اللاعبين اللي عندهم اكثر امكانيات هجوميه. لو كان جالك الخيار بدنيا واخرى. لو كان جالك الخيار شيخ ماذا ستفعل؟ شوف ما نقولش الخيار، شوف انا مانيش في مكان وصعيب باش تكون في مكان واحد لان بعيد علينا وهذاك. انا قلت لك فقط باش ما نقولش السوداني ما مشاش، ما مشاش بوتيتر يلوري بو لو رومبلاسي ولا هذاك، باسكو صاريف دونك كان اسباب، ممكن عنده ظروف خاصه، ممكن مثلا عليه يقول لك مجهوله ماكش عارف كيسكي سي باسي بوركوا يفو نسالوا اللاعب بوركوا سي با ما يحسش روحه مليح وعلاش. نظن هذا هو المشكل. دونك سي با لا بان يعني اون ايسي دو تروفي يعني لماذا ما مشاش هذاك النهار. بون الاسباب لازم نطرحوها باش يقدر يلعب المباراه الجايه ولا ما يقدرش. هو مصاب الان، هو مصاب. باسكو دي فوا ما تقدرش كالكولي. شوف يكذب عليك، ما كاينش مدرب باغ يشوف في التدريب يقول لك هو مليح بصح كي يدخل ما عندوش المردود مناسب، الوغ يفون برون دي ديسيزيون باش تبدلوا ولا باش انت ابراهيم الشيخ تشوفه من جهه اليسرى افضل؟ انا احسن حسب الامكانيات نتاعو سورتو الفرديات ويمسك كثير الكره وزيد على باش راح نتكلموا عليها لان داروا له مراقبه فرديه قويه وراه احسن يمشي بيان سور يوتيليزي على غوش احسن هنا. نطلب من المخرج فقط يحضر لنا الصور للرقابه الفرديه واللصيقه والتدخلات الخشنه التي تمت على ابراهيمي من اللاعب كاتسوندي، هذا قائد الفريق الذي في كل مره كان يتدخل بكل قوه على ابراهيمي. تخيلوا ارتكبوا على ابراهيمي اكثر من 10 اخطاء كامله. نشاهد هذه اللقطه الاولى، بامكان اي واحد يتدخل. هذا كاتسوندي كنا حذرنا منه قبل اللقاء واعطينا فيديوهات بانه اللاعب عنده تدخلات خشنه وبدون خطا. هذه اللقطه الاولى كاتسوندي ابراهيمي. اعطينا الصوره الثانيه. الصوره الثانيه ايضا كاتسوندي دائما مع ابراهيمي وتدخل خشن. تفضل حسين. شوف اللقطه الاولى، اللقطه الثانيه دائما يتدخل عليه قبل ما يدور، ما يخليش يدير الكونترول تاعو الترويض تاعو الاولى على باله ان ابراهيمي لاعب يعني سريع وعنده يعني مراوغات يعني جيده، ما يخليلوش. شوف اشاك فوا بيان كولي، ما يخليلوش كاع ليسباس على بالي ولا راح له يقدر يلعب تما، يقدر يلعب اون اون دو ولا يفيكسي ويروح. دونك اشاك فوا يكون قريب عليه ديك يرسوا البالون يجيه في الظهر بصح. ولكن هنا ابراهيمي لازم يكون انتيليجون، يعرف كيفاش يديه. حنا كاين صوره ثالثه، عطينا صوره ثالثه. علاش يعطي الفرصه؟ علاش ابراهيمي يعطي الفرصه؟ لازم يغير للاعب الخصم باش يضربوا. انت عارف راه موراك كره باس، غير كره باس ومشي الكره، هذا هو الفوتبول. ولكن تعطي فرصه للادفيرسال باش يضربك، صافي انت راك تسبب بالامور مش مليحه ليك. شوف ثاني مصطفى ابراهيمي ولو مره يغير، دائما عنده هما قراوه نوعا ما، دائما عنده هذاك الكونترول ويسي يدور بها، ما يغيرش. لكن كان موجود على الجهه اليسرى الشيخ في لقطتين. هذه لقطه موجود فيها على الجهه اليسرى ابراهيمي، كان يمشي للجهه اليسرى حتى يلعب 1-2 مع سليماني او يمد الكره الغلام. كان يحاول لك مصطفى ماشي ما قالكش ما يروحش الجهه اليمنى والجهه اليسرى، قال لك ما كانش يغير في طريقه اللعب تاعو، لان انت باش تفاجئ
لازم الخصم ما يعرفش ولا راح دير كونترول ولا راح تباسي. دونك انت اشاك فوا تبدل تشوفاري الجو تاعك من داك تجي هو يجي باش يلعب عليك تلعبها اون ديفياسيون تعرف تروح. وشوف حسين في هذه الوضعيه نزيد اسمح لي في الوضعيه هذيك اللي قبل هذه شفناها. اعطينا الصوره. شوف هذه مجال اللاعب لما يكون خارج المنطقه كره نمد، لما تكون قريب للمنطقه وروح بروفوكي الديفونسور باش تجيب البينالتي. هنا راك بعيد على المنطقه، علاش تحاول تخلي المدافع يضربك وتتعب كثير هذا هو المشكل. لكن اعتقد جاب خطا او خطأين قريب جدا من منطقه 18. علاش نضيعوا الوقت؟ ما نضيعش الوقت. احنا نتكلموا بصفه عامه يعني خلاصه على هذا. اولا الرطوبه والتعب، لما تقاردي لابار تتعب صح، وممكن تجيب اصابه ليك تجيبها ولا هذاك. ولكن كما قال مصطفى هي كي تعود في هذا نلعبوا السهل. السهل واش هي؟ كونترول ولا سون كونترول، تلعب لي باس ونقاردي ولا بال مليحه باش ما نتعبوش. ثانيا وقتاه نمشي للمرمى، مثلا سورتو كي يجيوه لي باس، هو سورتو وين قوي في المهارات عنده اون فاس، يجي لا بال اون فاس يعود رايح للمرمى مباشره المرمى، ثم ولا يقدر يدير المهارات وثم ولا ما يقدروش يشدوه، لا يشدوه يجيب خطا ولا يجيب لي صالح المنتخب. زياده كما قال لك كمال، انا نقول له كمال باسكو دوك يقولوا الناس علاش يعيط له كمال. ربح نعيط له كمال كما علي يعيط لي مصطفى. اذا اسمه المشهور به معكم هو كمال وليس لو نون دو غير كمال. ان تو كا شرفنا بحضوره، يعطيه الصحه وتوحشنا صافي طول شفناه. المشكل محمد الان ماشي هذه الاخطاء. انا لو خلعني سيك المنتخب الوطني تاعنا الجزائري اني ميم با كابابل دو غاردي لو بالون دو 4 سكوند 4 سكوند ما نغارديوهاش. هو المشكل. هذه في الشوط الاول، في الشوط الثاني تحسنا شويه. لا نضيعوا كثير كرات، ما نحتفظش بالكره في وقت طويل. هذا هو المشكل. لازم الكره تقعد فينا، لازم نحتفظوا بالكره يعني بور تخلي الفريق الخصم يبدا يتساءل. هذا هو. ولكن احنا لحد الان للاسف اعتقد ان المدرب الان عنده فرصه يتكلم مع اللاعبين. ولكن حبيت نزيد حاجه ايضا محمد في الناحيه التكتيكيه. في الناحيه التكتيكيه انت عارف الكره العصريه حاليا تغيرت بزاف. المدافع الايمن والمهاجم الايمن لما تلحق قريب على صفر دوري او منطقه الجزاء من الجهه اليمنى يصبح امام او بجنب راس حربه، والمدافع الايمن هو اللي يكون من الجهه اليمنى من الجهه اليسرى نفس الشيء اللي كان اري غوش هو اللي يولي لي غوش ولي غوش في انصار باش يعمل هجومي راس والاخر. وعندك اثنين لاعبين من وراء اللي واش يديروا التغطيه على اللاعبين الموجودين، والنيميرو 10 هذاك يزيد يعمل تفوق العددي في داخل المنطقه. لما يدافع الايمن الايسر يفيد سونتر عندك خمس لاعبين مدافعين الخصم، ولكن لو اللي دروا يقعد ادروات هو اللي سونطري واللي غوش يقعد هو اغوش باش يسونطري، وكان انا سونترال وحده لافونسونت وحده دوفو ان باكي دو جوار ادفيرس كيفاش راح يماركي؟ هذا هو لازم المدرب يشرح للاعبين. اسمح لي باختصار محمد، لازم المدرب الوقت العصري تاع كره القدم هذا هو من الوسط لي زيليي كيكونوا ادروات يا غوش كيبداو يدخلوا رايحين للهجوم من تم يبداو يقطعوا يفورمي لو تريونغ حتى يلحقوا ليكيب ادفيرس باش يخلوا لي اسباس لي ديفونسور ادروات يا غوش. نكمل غير في نفس السياق واش هو يقول لك، وهذا الشيء اللي ما خلاش السوداني يبان باسكو غلام هذا السوداني عنده بزاف ما لعبش مع غلام قعد عده لقاءات السوداني قعد غير اغوش السوداني شاف على باله بلي غلام يستعمل بزاف الكولوار يطلع، دونك هو لازم يدخل باش يبيروا له الكولوار وحده ويجي باش غلام ما غيرش اللعب تاعو، غلام يحكمها يسونطري تروازيام بوطو ما كان حتى واحد. الوغ كو بليزيور فوا لو كان سوداني كان يخرج كان يقدر يتكى عليه، سواء يروح سوداني سواء سوداني سونطري ولا يدخل يلعب اون ان دو، سواء يلعب اون ان دو مع غلام كما قال لك لي تريونغ. هذا اللي ما خلاش السوداني يبرز. وشوف حسين نكمل على كلامك، شوف ابراهيم محرز مدافعين لان دخل الوسط وخلى مكانه للمدافع الايمن من الجهه اليمين مفتاح يدخل دائما عملت الفرق في هذه في الشوط الثاني. محرز باللي دريبل ديالو والسرعه تاعو والفعاليه تاعو دائما يروح بالجهه اليمنى يدخل للوسط، كي يدخل للوسط يخلي المكان الى فرع اسمه مفتاح. كومبيان دو فوا مفتاح الى في لي سونتر صح نو سيلمون ربحنا مفتاح وربحنا محرز لتسجيل هذا الشكل. هذا هو الكلام المفتاح في الشوط الثاني. نكمل لك مصطفى، لو كان انت لاعبين ما تدي دوبليش راح تكون
عنده لا كوفرتير ما تقدرش تجوز. بصح انت كي دي دوبليه راح تاخذ له اللاعب اللي راه كوفرتير يقطع ولا ما راح تعطيها له. هي شوف دونك في الماتش هذا اللاعبين يعني خاف من غلطان يخاف ومن بعد المدرب يخرجني. لا لازم تكون ان كونفيونس ميتويال بين اللاعبين. انت مثلا واسمه محرز هاو دخل الوسط شويه، واسمه مفتاح او طلع، شكون اللي عملهم التغطيه؟ سي لو ميليو تيران اللي كان معاهم سوا واسمه بن طالب ولا قديوره يروح يولي تريونغ سور لو كوتي. شيخ لدينا بعض هذا الصور ان كانت جاهزه. الموضوع الخامس وهو عدم مساهمه لاعبي وسط الميدان في بناء اللعب، كانوا يلعبون متاخرين جدا. قديوره وبن طالب لم نشاهدهم. تفضل شيخ هذه الصوره اذا اردت التعليق عليها. شوف وضعيه اللاعبي الوسط، شوف وضعيه قديوره ووضعيه بن طالب ووضعيه ابراهيم تحت خط هذه لازم نقولوا كما لازم الحال كيف نمانوفريو، خاصه في الشوط الاول وين كان حراره ورطوبه كبيره. دونك كيفاه ما نقدروش نتحركوا بزاف، دونك باش نلعبوا كره سهله ونجيبوا لادفيرسير باش الامام باش نمشيو من وراه. دونك لا سوليسيون هي التقنيه والتكتيكيه، ولكن اللاعبين المردود تاعهم ما كانش في المستوى. او قال لك عدد التمريرات مثلا تاع السوداني وتاع اللاعبين ضايعين تماما، وكانت السيطره كبيره خاصه في وسط الميدان تاع الخصم. نزيد نعطيك احصائيه شيخ، عندي احصائيه. تفضل. احصائيه في الشوط الاول كرات طويله من الدفاع الى الهجوم، ونشاهدوا الان بعض الصور ايضا ما كيفيش حلول. اللاعبين ما قدروش يتحركوا. معليش قلت وزيمبابوي يعملوا لنا ضغط عالي ايضا. يعني قلت لك دونك هاي شيخ هاي لقطه واضحه تبين كل شيء. هذا اللقطه. شوف شيخ هذا ما ينجحش. شوف قديوره، شوف شيخ قديوره وبن طالب وضعيتهم كيف متخلفين كثير، ودائما تمريره طويله من بالخيثر باتجاه الهجوم او تمريره من بن سبعيني في اتجاه الهجوم. وشوف الفراغ الشيخ كما راه المربع في الوسط. شوف هذول دابور تعليمات تاع المدرب باش يبقاو فيكس او ميليو دي تيران باش لي كونتر اتاك يبلوكيوهم هما. دونك هذه الحاجه. دونك لي لاتيرو يقدروا يطلعوا، بس لي ميليو يقعدوا باش. دونك عندك دو دون لاكس سنترال اي دو ميليو. هذه تعليمات تاع المدرب باش يبقاو باش يحتفظ، باش لا كان كي تعلن عندك الكره يقدروا يرجعوا لك دابور باش تخرج شويه، تخرج لادفيرسير من هذا. حاجه ثانيه باش لا كان هجوم مضاد هما يقطعوا ما يملك لا كوفرتور. دونك مي لو بروبليم كي سي بوزي سي سورتو كيما قلت لك الحراره والرطوبه ما يقدروش يطبقوا هذه الخطه هذه. فهمت سو كي في لاريا لاتيرال طلع ما يقدرش يرجع ويروح لاعبين، ما كانش تحركات كبيره، ما كانش لعب جماعي ممتاز، لان قلنا لسبب غياب الانسجام. غياب الانسجام. دونك هي دوطر بارامتر اللي دخلوا في هذاك. العكس اللي صار دونك نشوف بور كومباري. علاش العكس اللي صار؟ لما اولا ديبا زيمبابوي من الناحيه البدنيه نزل دابور، اي حاجه ثانيه نزل. حنا لقينا راحه اكثر، يعني ادابتاسيون ميور مع البروده تاع الطقس وهذاك. ولينا اسمومولا ولينا نلعبوا الكره تاعنا حقيقه. يا اسمومولا ولينا حنا ندومينيو صح، وليو نلعبوا كما كان يقول دوك مصطفى طريقه لي افيك لي دوبلومون. زدنا دخلنا لاعبين فري كما غزال. دونك غلطه من الناحيه الثانيه زيمبابوي، لان هو حقيقه بغات كون سجلنا الهدف التالي. يعني لازم نشكروا كثير الحارس نتاعنا. بون محرز ماركي لي دو بوت، مي جو بونس كو لو جوور اللي سلكنا خاصه في الشوط الاول وفي بدايه الشوط الثاني هو الحارس بكل صراحه. خاطر ما كون سجلوا لنا الهدف الثاني خلاص، يعني المقابله. شيخ حتى عاد في تعديل النتيجه اللي سجلناه جاء بعد تصدي رائع من بولحي للقطه. كان راح الهدف لا حتى في الشوط الاول خرج لنا هدفين او ثلاثه. لان كان قلنا الفريق تاعنا كان غايب بدنيا. فهمت؟ كان منهار يعني ما تقلمش مع الشيخ. خلينا نروح المجال لاني راح نساله سؤال محرج نوعا ما. مجال، هل ستتوقف عن انتقاد مبولحي لانه لا يلعب في اي فريق؟ البارح مبولحي هو
من أنقذنا. يجب أن نشكر هذا الحارس لأنه هو اللي خلانا في اللقاء، ولولا مبولحي كنا سنتلقى هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول. والله محمد بالك نسيت أنا عمري ما انتقدت مبولحي. لا، قلت بدون فريق ما يلعبش أساسي في فريق الوطني. الانتقاد والكلام المنطقي صافي دو. أنا عمري ما تكلمت على مبولحي وقلت ما عندوش وما عندوش ما يستحقش. لا لا لا, لا هذا الكلام بالك سمعته من جهة أخرى. معليش نسمح لك اليوم معليش. لا شوف مجر ما قلتش بانه حارس مبولحي ما عندوش فريق ما لازمش يكون اساسي. ماشي احنا لما نتكلم على اللاعب مش فقط مبولحي، المنطق اللاعب او الحارس ولا اي واحد ما يكونش عنده فريق من الصعب جدا ان يلعب بكل الامكانيات تاعو. ولكن امس او قبل امس مبولحي لعب مباراه كبيره جدا، انقذ اكثر من مره منتخبنا الوطني الجزائري، ولكن او يقدم خدمات كبيره حاليا للمنتخب. ولكن عمري ما انتقدت هذا اللاعب المدرب ولا اي لاعب في المنتخب الوطني الجزائري. شوف كل التصريحات تاعي عمري ما انتقدت ولا اللاعب ولا الحارس. نعم، ولكن مبولحي كان في يومه، كان في يومه محمد هذه كما لم يكن في يومه امام المنتخب النيجيري في نيجيريا. ما نقولوش مع نيجيريا عنده الحق لان ما عندوش فريق في فرصه ما يمشي ودرك شفته خرج اكثر من فرصه لمنتخب الزيمبابوي هاكتو كان في يومه. لا هذا لازم نحترموا هذه الامور، ولكن لما نعمل التحليل نتكلموا بالمنطق كما دائما نقدموه. ولكن محمد انا ممكن نزيد نضيف لك شيء اخر. زدنا الصوره الثالثه تفضل. كما قالوا الجماعه شوف ممكن كان فيه تراجع للمنتخب الزيمبابوي في الشوط الثاني، ولكن مش فقط في الناحيه البدنيه، لا في الناحيه التكتيكيه ايضا تراجع كثير المنتخب الزيمبابوي. شفنا فراغات ومساحات كثيره جدا. والمنتخب الوطني الجزائري تاعنا ممكن المدرب في الشوط الثاني شجع اللاعبين واعطى لهم تعليمات اضافيه اخرى لكي يدخلوا باسلوب اخر، وفعلا شفنا المنتخب الوطني تاعنا دخل باسلوب اخر وكنا نسجلوا اهداف اخرى. والحمد لله محرز كان دائما في المكان المناسب لكي يسدد ويسجل. شفنا ابراهيمي تحرك كثير، شفنا تراجع للوراء المنتخب الزيمبابوي. لما الفريق الخصم يرجع للوراء يعطي الحلول لفريق الخصم، وهذه الخطا اللي داروا فريق المنتخب الزيمبابوي. ولكن فريق زيمبابوي ضيع هذاك السيطره الجماعيه والفرديه بالكره. يعني هذا هو اللاعبين تاعهم ولاو يديروا اخطاء كثيره، يديروا لمسه ويضيعوا الكره. كما تكلم انت شو محمد باختصار لو تعطينا الصوره تاع الوسط كما وريت المقبلات باش نقولوا كلمه برك في الشوط الثاني في الدقيقه الخامسه. هاي شوف موجه هذه في الدقيقه 17 ماشي عطينا الصوره الدقيقه الخامسه. لا مش الاولى. تروف كو سي ان بلاسمون مليح تاع الفريق الوطني. علاش؟ مالناش وقت. حتى في الشوط الاول بدا المنتخب تاعنا ما شويه. شوف المفروض شوف قديوره وين راهوك وشوف هذا قريب على الاخر. والكره عندنا خصم مازال اللاعب يفكر الجزائري يقول لك عندي انجوى لازم نوقف قدام فريق اللاعب الخصم. لا انت عندك الكره، انت اللي تهرب من اللاعب الخصم. شوف هنا وين موجود براهيمي، المفروض بالطالب يجي من الجهه هذه وين وبراهيمي يطلع فوق وعندنا هنا من الجهه اليسرى هنا تفتح اللاعب اللي كتعطيه حلول للاعبين تاعنا. ولكن نظن هذه بدايه لقطه. انا نظن باللي بن سبعيني مشى بالكره واللاعبين من بعد طلعوا يعني سيري ماش ما تقدرش يعني. لكن في عده لقطات حسين. اللقطه الخامسه اعطينا اللقطه الاخرى. اسمح لي نقول لك انا لان في كرة القدم الدوزاكسيو يقول لك الفو يميني لازم. هاي حسين شوف دقيقة 17 شوف حسين اسمح لي هاي دقيقة 17 نفس الموضوع. ولكن هذه ليست لقطة فيديو. أنا قلت لك هذه صورة ولقطة الفيديو تمشي. هنا اللاعب ما على بالناش ولا راح يطلق الكرة ولا راح يمشي يستنى حتى يجي اللاعب باش يلعب. لأن كي تكون من الوراء ما تلعبش أنت كرة، ما كاش لاعب تمشي وتستنى تخرج الفريق تجيبه من المنطقة تاعو تجيبه لعندك باش تيليميني باش تكسر البلوك هذاك. ولا انت هما اون بلاص وتلعب طويل ما راح تربح والو. شوف نورمالمون يا دو جوار اللي ما يتبدلوش دائما في الوضعيات تاعهم، وهما سي لي دو ميليو ديفونسيف كيفو لا كوفرتور تاع واسمو تاع لي زاتاكون اي كيفو اوسي لي دو زاريير سونترو اللي يعاونوا الكوتي سونترال. هما ما بين الدفاع والهجوم. عندنا مجال ايضا صور للهدف الاول. اريد تحليلك حسين للهدف الاول. من تسبب يا ترى في الهدف الاول؟ غلطه من؟ هل هي غلطه بلخيثر الذي انهال عليه الجميع بوابل من الانتقادات امس؟ اعطينا من فضلك الموضوع الاول وهو هدف اللاعب
ماهاتشي في الدقيقه 12 لصالح المنتخب الزيمبابوي. هذا هو ماهاتشي. شوف 9 لاعبين. تفضل حسام. او ديبار كاع رانا اون بلاص، ولكن في كره القدم كل شيء يمشي بسرعه فائقه. هنا ما نقولوش ما نحملوش لاعب، لان عندنا منظومه هنايا، منظومه دفاعيه. نورمالمون بالخيتر كي يدخل كاين واحد اللي ياخذ الكولوار لا كوفرتور تاعو، ماشي نص. لا علينا، هو يسيفي اسبيري شغل امتصاتو اللعبه. شوف اللاعب راه وحده، هو المفروض ماهاتشي وبالخيتر الان بعيد عليه. الان بالخيتر خرج له. شوف كان بعيد، ولكن كي خرج له لازم يخرج له، ما يخليهش يدور، لان لو كان يخرج له. ولكن يفو با سفير اليميني، لازم تريح واقف، ولازم لا البوزيسيونمون تاع الكور تاعك لازم تبعتو لاتوش، وانت تقعد دائما تغلق اللاكس تاع لي بيت. وحاجه زياده، واش يقول لك كيفاش تلت مهاجمين في وسط واحد لا في وسط مصطفى نكمل له برك قبل ما ادخل. وما ننساوش حاجه، لاعب كان عنده حظ كبير، لان قذف في ان مومون اللي مبولحي كان على لابريد، كان يسو ديبلاس، كان تسمى كان متنقل مبولحي، كي كان يدنا باش يغلق قذف، وكانت عنده الحظ وين راحت. لو كان زاد ان ديزيام دو سكوند بالك بولحي كان يزيد يغلق له شويه لونغ يلحقها. انا نقول باللي كان عنده، ما نحملوش بالخيطر يعني كل مسؤوليه تاع، لان دار العمل تاعو. يبو اتر دريبلي، يبو اتر اليميني، ولكن كاين توجور لا كوفرتور. وانا حبيت نقول حاجه ثاني، كي نلعبوا لعاب جديد في ليكيب ناسيونال، او الشيخ كان معنا ومع القدامى، ولا في نيمبورت كان مان في ليكيب تاع شامبيونا، كي تدخل واحد جديد دائما تحط عليه العين، تروح تقول لصحابك يفو بروند ان ايكرون دافونس على هذا اللاعب في لا كوفرتور، لانه جديد. دائما تونتيسيبي شويه عليه، باسكو مازال ما على بالكش لا رياكسيون تاعو مع لو. هذا السؤال الذي اريد ان اطرحه على الشيخ. تخيل الشيخ عندنا لاعبين وعندنا بالخيتر لاول مره، اول مباراه رسميه لهم مع المنتخب الوطني يلعبوها في كاس افريقيا. هل هذا منطقي اننا ندفع بمدافعين بخط دفاع جديد في منافسه بحجم كاس افريقيا؟ خاصه اول واش قلنا من المقاييس، اخي قلنا راه لونسيتا في دوره هذه يعني في مستوى عالي، يعني صعيبه، يعني راك تغامر يعني صراحه. وهذا ثاني عندها دور، وحدثت هذا الشيء دور، لان ممكن حتى شوف معنويا اللاعب ما عندوش خبره في المستوى. صح. او كما كان يقول هنا كون نورمالمون يا ليكيليبر سورتو القدم اللي يعرفوا افريقيا وهذاك، كون يحذروا ديجا صحابهم كيفاه يسيروا كيف الامور. هل نقدروا نقولوا بان المدرب شوف في الدفاع كان الدفاع كان منظم، ولكن ما قدرش يجاوب فاس اون اتاك كيما هذه سهله، المفروض اون اتاك سهله كانوا يعرفوا، ولكن لهنا عدم لا كورديناسيون ما بين لا كويزيون دو ليكيب. ما كانش انسجام بين خط الدفاع، ما كانش، والخبره ناقصه، بس كون جاو ناس اللي عندهم خبره كبيره ما تصيرناش هذا. حسين، هل نقولوا باللي المدرب خضع؟ هل نقدروا نقولوا الان المدرب في مباراه مثل هذه وعمل اخطاء؟ انا لا، شوف اللاعب يعني لاعب كره القدم موالف بهذا الشيء، يقدر يدخل، ما يقدر يكون لاعب اللي لعب كثير مباريات. شفنا ماندي في المباراه السابقه، شفناه كان هبط باش دار غلطات، وكان متاخر على لالينيومون. صاريب ما تكونش في نهارك. انا نقول بالخيتر ارتكب، ما نقولش خطا الاولى خاطر خرج وكان شويه متاخر في الخروج تاعو، ما يخليش اللاعب يدور. ولكن هذا ما نقولوش هذا سي نيرور تكنيك، ماشي سي با اون ايرور، يعني ماشي غلطه فادحه واللاعب راح على الكوتي وقذف. ولكن نقول لك انا عموما الخط لا ديفونس لا لين هذيك شفنا دائما كاين واحد متاخر يكسر لا لين دورجو، واحد متقدم. ما شفناش اون سينكرونيزاسيون يعني توتال اخر. تسمى ماشي متاقلمين مليح. كاين ان نوفو جوار بن سبعيني اغوش، هو ادروات. ما شفناش لالينيومون هذاك، الخطر هذا سي لو او نيفو. لا كان سيدي ما كاش تغلط. لكن حسين، البعض ماذا يقول؟ يقول بأن اللاعبين الجزائريين المغتربين مثل
ماندي او مبولحي او مجاني يقول لك محضرين نفسيا واقوياء نفسيا، اما اللاعبين المحليين راح نعطيك مثال. مثلا مبولحي امس كان يسال شويه فيه الهدف الاول اللي تسجل له، ومع ذلك عاد بقوه في المباراه وانقذ الفريق، لكن بالختام ارتكب الخطا في الدقيقه 12 بعده بربع ساعه زاد ارتكب خطا في ضربه الجزاء. لك على الخطا الثاني اللي هو خطا يعني اعطينا صور ضربه الجزاء، تفضل. شوف هي هنايا موضوع ما عندها حتى علاقه مع اللاعبين المغتربين واللاعبين المحليين، هذه ما نهضرش على هذا الشيء، لان هذه سي كاستيون دو مونتال. كل واحد قوه ذهنيه، اختصاص. هذا مصطفى والشيخ سعدان وانايا ما عندناش كل واحد هاي حسين لقطه ضربه الجزاء، هاي لقطه ضربه الجزاء. لقطه ضربه الجزاء شو نقول لك؟ شوف كان معاه واحد كوب دافريك ولا في الشامبيونز ليغ، حنا دائما كانوا يحضرونا، كنا ندخلوا مع اتحاد العاصمه تشامبيونز ليغ يقول لك ما توالفوش. حنا في الجزائر تيراج دو مايو اني با فونكسيوني، لو تيراج دو مايو في الاو نيفو سي ان كارتون جون، ما تلمسش اللاعب. هذا سي اللاعب غير تلمسه يطيح، هذا راح لك. مازال عندنا لكن هنا قديورة، اسمح لي ماجر ماذا بيد دخل ماجر، اعطينا الصوره الاولى وشوف لي وضعيه قديورة وضعيه ماندي. شوف لي ماجر، شوف قديورة وين موجود وماندي وين موجود. علاش ما مشاش ماندي او قديورة باش يغطي على بالخيطر في هذه اللقطه؟ شوف اللقطه الصوره. شوف محمد، ماشي هذا احنا المفروض ما نتكلموش عن الامور هذوما. نقول لك حاجه، بالخيطر عمل خطا، دخل سيرفاس دو ريباراسيون، ضربه جزاء. الشوط الثاني خل المدرب امام نيجيريا، اعتقد بالقروي عمل نفس الخطا، ضربه جزاء. بالقروي ماتش الفريق الوطني، واش نعاقبوا في اللاعبين اللي يعمل خطا نخرجوا من الفريق الوطني؟ هذا الامور دي ما تحصلش محمد، سي كراف. اللاعب اللي يعمل خطا كما بالخيطر، واسمه بالخيطر، عمل الخطا تاع ضربه جزاء، نزيد نرفع له المعنويات تاعو، ما نخرجوش الشوط الثاني. نزيد نروح نتكلم معاه ونرفع له المعنويات تاعو ونقول له معليش الشوط الثاني راح ديروا بطريقه ممتازه جدا، نزيد نرفع له. الان بالخيطر اني كسرته، انا كسرته كما كسرت بالقروي. هذا انا ما نقول لك بكل صراحه، انا مانيش فاهم في هذا الشيء واش حاصل المنتخب الوطني الجزائري. لازم اللاعبين نربحوهم، لان انا شخصيا احنا لما نشوف اللاعب في بورتو الحارس بخطا ولكن يلعب المباراه المقبله، يلعب ينحيه، وقتاش ينحيه ويعطي فرصه للحارس الثاني، لما الحارس الاساسي يجي ويجي يعطي فرصه. يعني شوف الخطا موجود، الاخطاء موجوده، لكن لو بالخطا ممكن يزيد يعمل اخطاء. لا ما يديرش محمد، لا سي ديزولي، لا مش الكلام هذا. لا انا شوف انا متفقين في هذا الشيء هذا. لا حتى انت الشيخ في 2010 خرجت شاوشي لانه عمل خطا في المباراه الاولى، في المباراه الثانيه امام سلوفينيا خرجته واعطيته الفرصه. ما نرجعش اسمع من بعد نرجع لك. ما او كونترير، كان هو اللي راح يلعب. كان هو اللي راح يلعب. كان هو اللي راح يلعب، ولكن صارت حاجه اخرى، دار حاجه اخرى من ناحيه الانضباط اللي غير صحيحه وما نتكلموش عليها. خلاص. أوكي. انا متفق. شوف المدرب كما قال لك، لو كنت دير مباراه وديه كما قال لك مع موريتانيا ولا باش تحضر الفريق، صح. المدرب وين يروح؟ مدرب اي مدرب يروح الاخطاء باش يصلحهم. مثلا انت لاعب درت خطا يخليك وزيد يخرجك، لما تنتهي المباراه وفي التدريب يصلحك، يقول لك هاو كيفاه كي تعود تكسر لك في نفس هذاك باش ما تزيدش تكررها. بس احنا واش ديما نصلحوا الاخطاء تاع اللاعبين ونحاولوا باش اللاعب ما يزيدش يكرر، بس لا كررها ما فهمش. فهمت هذا باش يتطور اللاعب. دونك سي ا بارتير دي زيرور دو جوار وون بروغريس، دي زيرور دو ليكيب اي تو. دونك لهنا لو جوار حقيقه في المقابلات الوديه اللي يلعب لهنا كان طاير مع ادفيرسير فابل، وهذاك رايح هذاك. دونك ما شفنا والو. المدرب يقول لك مليح وين فاق حتى مباراه رسميه. الشوط الاول هو ماهوش مليح، صحابه ثاني لا كوفرتور ما كانش. دونك يا بروبليم دو كورديناسيون، قال لك دو سينكرونيزاسيون دو كورديناسيون كي نيكزيست با، ميم سي لي فابل. باغ اكزومبل هذا خط
لا فوت ماهيش منه، يعني لازم له لا كوفرتور باسكو دوك لا ديفونس موديرن سي كوا؟ سي لا ديفونس اون جروب. ما بقاش تاع واحد مع واحد يفوت الاول يلقى دوزيام. لازم عمل جماعي في الدفاع. علاش كنا حنا شوف او ديبار كانت ليكيب ايتي اون بلوك البرومي بوت تريز اون بلوك نورمالمون ما يفوتوش. كون جات الانسجام كبير كون جريسمون هذا فات الدوزيام يروح الترواسيام يروح يزيروا عليه ما باش ما يسونطريش باش ما يتيريش. وثاني كمال كلامك هو الكبير. المدرب ما سناش بالخيطر كذا الخطا، خليه يدخل في الشوط الثاني يلعب 15 ومن بعد 10 دقائق 15 دقيقه نعطيه فرصه المفتاح ندخله. ولكن هكذا تخرجوا ديريكتومون صافي دير انا نعتبر هذا التغيير عقوبه للاعب الخطر لما قام بالخطا. بعض المتابعين حسين نعطيك سؤال في هذا الخصوص. حبيت نولي لك برك تفضل السؤال لو سامح. تفضل. شوف لو كان نعاود دير ليماج تاع قبل ما يديبوردي بالخيطر. اعطينا اللقطه في لقطه ضربه الجزاء. حنا في الفوتبول مودرن هاي هنايا عندنا دفاع جماعي. شوف اقرب لاعب لي بالخيطر عنده 20 متر. شوف مندي شوف وقديوره ومحرز قرب عليه في ثلاثه. هذه يعني ابجديات تاع الكره كيفاش لو غليسمون سي 5 كي تلحق ل 18 متر تولي 5 متر 5 10 متر. شوف حتى في الهدف شوف مندي في الهدف يعني مصطفى مندي يرجع وبالسبعين يزيد يروح وغلام يزيد يغلق وقديورا يدير لا كوفرتور انتيريور وماندي يدير لا كوفرتور اكستيريور. تكلمت على واسمه على غلام باش الصوره الثانيه عطينا محمد باش نتبعنا كلامه ونشوف لو سمحت. وحنا واش اللاعب 15 دقيقه الاولى واش يشوف؟ شوف خطيات. علاش يقول لك 15 الاولى تتامل شوف الفريق كيف يلعب. شفنا باللي اللاعب اللي مجهد بالخيطر سريع جدا. واش نديروا حنا؟ نبازي ولا كوفرتور مليح نغلقوا انتيريور اللي يغلق على الكوتي انتر اللي يدخل لوسط الملعب يكون قديوره وماندي دائما يكون قريب لان هذاك اللاعب ما كاش لاعب. راح نتكلموا على ماندي لو تعطوني فرصه نتكلموا على ماندي. ما كاش لاعب في كاس افريقيا يحبس اللاعب لا بوين دو فيتاس اللي عنده. والشيخ على بالو هادو زيمبابوي اون 2004 عندهم خصوصيات لي زاتاكون تاعهم يفون فيت هكاك ماركاو لنا الفريق كلهم يحبوا فيتاس ديكزيكسيون. دونك سيرمون اون فا ريفوار عندنا كاين ستاف تكنيك. اسمح لي شيخ نكمل غير الفكره. كاين ستاف تكنيك دوكا حين يقعدوا ويشوفوا كيفاش تلقينا هاد الاهداف وعلاش. خاطر كي يكون عندك مرض لازم دير تحاليل تلقاو منين جاك هذا المرض. هذا الخطا لازم نعرفوا منين بدا. علاش اللاعب فات باش دار عليه. هو كيما لقاش واش يدير مسكو كان قادر يمسكو خارج. سي الخطا كاع لكن يبقى خطا بدائي. حسين انك تمسك في كاس افريقيا تمسك لاعب. عطنا الصوره تعيش عطنا الصوره باختصار. الصوره الثانيه اعتقد الثانيه باش نكمل كلام الصوره الثانيه. نقول لك بلي غلام دار تصريحات قال غلام دار تصريحات بنوع من الاستياء. قال خسرنا باخطاء فرديه يعني لام بعض زملائه في الدفاع. وراح نكونفيرمي له بالكلام اللي قالوا صح. ماشي هذه الصوره محمد تاع البيوت هذا تاع اللي جاب الهدف الاول تقصد ليست ضربه الجزاء. حضروا لنا الصور تاع الهدف الاول الذي سجله زيمبابوي. الموضوع الاول من فضلك عادل. لما كان كافوياج او ميليو ننتظروا الصور. والشيخ كنت حاب تقول نقول لك حاجه ما تشوفش غير الاخطاء اللي جاب اهداف. شوفوا الاخطاء اللي ما قريب سجلوا علينا وما سجلوش. فيه لقطات هذو اخطاء ماهوش غير فرديه. ديما ترجع جماعي. لان نعطي لك عندنا عدد كبير وين وصلوا صحيح عندك الحق شيخ. وراح نعطيك لقطات. تبحث انت عن صور الهدف الاول. شوف الصوره. اعطينا صور الهدف الاول. الصوره الاولى ثم مشي هذه لا هذه الهدف الاول ماشي هذه الصوره. اعطينا الصوره الثانيه. الصوره الثانيه من فضلك. هذه الصوره الثانيه. زدنا الصوره الثالثه اللي عملوا فيها 1 2. هذه اسمح لي وهنا خرج بالخيطر بعد هذه الصوره. احنا ما نهضروش كاع ولا لو بالون لو بلاسمون. شوف تاع السوداني وتاع غلام. غلام المفروض هنا غلام يدخل في اللاكس سونترال مع لي زاري سونترال والسوداني يحكم مكانه. يا سور هذا هو. شوف اللاعب الزيمبابوي في وسطهم. شوف لو دخل غلام مع مندي ومع واسمه مع بسبعين يفيلو تروازا اريا سونترال معاهم يزيد يغلق ومحل ما يمشي يولي وسوداني يحكم مكان غلام. هذوما الاخطاء الفرديه. ولكن الاخطاء الفرديه
دفعنا عليها الثمن محمد. صحيح. دفعنا عليها الثمن، هو المشكل. هربت بليات الشيخ، هذا اللاعب الذي حذرنا منه ايضا في حصه يوم السبت، وورينا لقطات على بليات وقلنا يجب الحذر ويجب عمل رقابه فرديه عليه. كان يعني يتجول في الميدان، كان يسيح في ارض الملعب. شوف شيخ، هذه لقطه في دقيقه ثامنه. شوف بليات على الجهه اليسرى وحده متحرر، شوف المساحه اللي متروكه، وشوف اللاعب، وشوف وجد نفسه امام قديوره اللي راح نتحدثوا عليه ايضا بعد قليل. راوغ قديوره بعد ذلك، اعطينا مراوغته لقديوره، هنا راوغ قديوره، وبعدين سدد باتجاه بولحي اللي انقذ. انا نرجع لك الحاجه برك. مقابلات الوديه انا سمعت برك قال لك الهدف تاع المقابله الوديه نلعبوا مع موريتانيا اللي عندها نفس الشكل تاع اللعب تاع زيمبابوي. مفروض كي لعبت مرتين مع هذاك راه درت سيستم اورغانيزاسيونيل تاع الفريق من الناحيه الدفاعيه ولا من الناحيه الهجوميه اللي ينضبط، اللي ما تخليش كما قلت انت، لان قبل ما نعطيو له حنا من الاستوديو نعطيو له معلومات هو عارفهم قبل سوفيزامون من بعيد، باسكو قبل ما يروح لاكوب دافريك عنده لي كاسيت وعنده هذاك باش يديكورتيكي لادفيرسير، باش يعرف ويزيد يعقبها مام اللاعبين تاعو من الناحيه الجماعيه ومن الناحيه الفرديه. قال هاو لي زيليمون، هاو البوان فور تاعهم، هاو كيفاه. سي كوم سا اللي يخدم المدرب. ولكن دونك سيل يا با يو دو ريبونس سو لو تيران، وراه المشكل. سيكو ما تبقوش، اما واش صار لماذا؟ بريباراوش. دونك لا موريتاني نيتي با لادفيرسير اللي عنده لو ميم ستيل دو جو، سي با فري كو لو تروك، دونك سي با دو تو لا ميم شوز. اذا خطا في اختيار المنافس. دونك هذه هي، ما نقولكش الاخطاء غير المنافس، حنا ما نروحوش لهذا، ولكن نقول لك حنا واش حسب دونك الماتش تاع سورتو لو برومي ماتش